ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم ساره من قناه يوميات ماما بتحور. يا رب النهارده تكونوا بخير. انا النهارده عامله معاكم فيديو حلو جدا روتيني من اول ما صحيت في المطبخ. هنعمل بقى مكرونه بشاميل، وهنعمل كمان جلاش مشكل، وهنعمل كل حاجه مع بعض من اول ما صحيت. بس انا عايزاكي تشجعيني وتعملي لي اللايك الحلو لو وصلتي معايا لغايه هنا، وتعملي لي الاشتراك لو انت لسه مش مشتركه، وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل اشعار كل ما انزل فيديو، وتتابعيني يا قمر وتشرفيني وتزيديني طبعا. النهارده انا بوريك اهو بدايه يومي كان ماشي فيه ايه، عشان خاطر تبقوا عارفين كل حاجه معايا في الفيديو. ويلا بينا بقى ايه، نخلص كده مع بعضينا من اول اليوم، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشمر ايدينا. اول حاجه كده يا بنات معانا اهو الجلاش. انا بوريكم الطلبات اللي انا بحتاجها في يومي. اول حاجه كده بجهزها معايا كلها، وكيس مكرونه واللحمه المفرومه معايا، وجبت 3 بصلات قطعتهم عشان خاطر اعمل معايا العصاق بتاع اللحمه المفرومه ان انا هستخدمه ان شاء الله في الجلاش والمكرونه. طبعا انا بحب اعمل المكرونه بالفراخ، وبحب اعملها كمان باللحمه. فعادي يعني كل مره بيبقى على حسب مزاجنا يعني ونفسنا في ايه. انا فرمت اهو البصله كويس، انا بحب افرم البصله كويس قوي يا بنات، عشان خاطر انا مش بحب يعني ان هو يبقى باين. طبعا كل واحد فيكم بيعمل اللي هو يعني نفسه فيه او هو بيحبه يعني. انا بس بوريكم تفاصيلي في يومي عامله ازاي. جبت بقى اهو، شغلت النار، حطيت الطاسه بتاعتي، نزلت بمعلقه سمنه. اول حاجه تسيح معايا وبنزل عليها باللحمه تاخد صدمه اهو كده يا بنات. على فكرة انا بيجي عليا وقت بنزل بالبصل وبعد كده احط اللحمة، انا بحس ان الاتنين بيدوا نفس التيست ونفس الحاجة، مش بيبقوا يعني مختلفين في الطعم. بس يعني على حسب، ممكن اعمل ده في مرة وده في مرة على حسب يعني انا ايدي جابتني في ايه يعني. انت برضو اعملي اللي يريحك، الاتنين حلوين. سواء حطيتي البصل الاول او حطيتي اللحمة، الاتنين بيدوا طعم حلو قوي. وان شاء الله الحاجه تطلع منكم جميله، وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. انا كده اهو عملت ايه، نزلت بالورق الرورة، ونزلت بالحبهان كمان ياخدوا تشويحه. وكان الفلفل الاسود عندي مش مطحون، قلت اطحنه معاكم، واروح احط الفلفل الاسود معايا على العصاق بتاعي. وبعد كده احط بهار، وهحط الملح بتاعي، كل واحد بيبقى على حسب اللي هو بيحبه. ونزلت بيه شوية قرفة، وكده كل التوابل اللي انا حطيتها يبقى بهارات، فلفل اسود، حبهان، ورق لورا، ملح. وكده خلاص هي بتقعد معايا على النار، وبحط بقى المية تتسلق. بحب اعمل كل حاجة في نفس الوقت، يعني لما بخش المطبخ بحب ان انا اوضب كل حاجتي وانا واقفة، ما بحبش اعمل حاجة واركن حاجة. انا معايا هنا اهو حليب بلدي، مش بحب اعمله باي حاجه غير الحليب البلدي يغلي معايا، وبعد كده اعمل البشاميل معاكم. انا طبعا بحب اعمل البشاميل، من الناس اللي بتعمل البشاميل على الساخن مش البارد. تمام. معايا اهو المكرونه، نزلت بكيس وشويه صغيرين. تمام. انا بحب نوع المكرونه بتاع الملكه، وساعات بستخدم حواء او ادم، الاتنين حلوين جدا برضو. حطيت معايا اهو معلقتين من السمنه حلوين، وهنزل معاكم بالدقيق 3 معالق من الدقيق كبار زي اللي انا عايرت بيها السمنه، هعاير بيها الدقيق. تمام. عشان خاطر يطلعوا مظبوطين معايا وتكون حلوه كده، وما تكونش في نفس الوقت مليانه دقيق ولا تكون مثلا قليله. اخدوا التشويحه، نزلت باللبن طبعا، وهنزل بمكعب مرق دجاج انا بحبه قوي. طبعا انت مش بتحبيه بلاش ما تحطوهوش. ياخدوا تقليبه كده، واحب احطه في الاول قبل ما يتقل عشان يعني يفك كده معاها ويبقى حلو. حطيت شويه ملح، شويه فلفل اسود صغيرين خالص، وبقلب بقى كل المكونات مع بعض لغايه لما بيتقل، وهوريكم دلوقتي برضو هو وصل لايه. ورشه جوز الطيب صغيره خالص، انا بحبها وبحب التست بتاعها جدا جدا فيها.
طبعا لو عندي قشطه كنت بحط، بس انا النهارده اللبن عمل قشطه فحطيته الاتنين مع بعض فما احتاجتش ان انا احط. جبت طاجن البايركس بتاعي، حطيت فيه نص الكميه بتاع المكرونه وشويه صغيرين خالص من الميه اللي نازله من المكرونه عشان تبقى سايله كده وحلوه، بتبقى يعني مخففه الصوص شويه عشان خاطر ايه، انتوا عارفين الصوص بيبقى تحت ايه اخف من فوق. هحط بقى ايه المكرونه اللي انا قلبتها بالبشاميل، وهنزل عليهم بشويه من البشاميل تاني. وهنا معايا نص كميه اللحمه اللي انا عصقتها عشان خاطر هاخد نصها اعمل منه طاجن البشاميل، والنص التاني اعمل منه ان شاء الله معاكم الجلاش. وزعت اهو كله مع بعضه. هبتدي ان انا انزل بنص كميه المكرونه الباقيه معايا. انا مش بحط على البشاميل بيض، وهوريكم دلوقتي بعمل ايه في الاخر في البشاميل عشان الوش يحمر اهو. بس كده حلوة قوي. البشاميل يا جماعة بيبقى حلو قوي وهو كده خفيف ومتغرق في السمن في المكرونة كده كتير. انا هنا جبت اهو نص يعني طرف المعلقة، حطيت سمنة من على الوش عشان لما تخش الفرن بتسيح كلها من على الوش وبتعمل لون حلو، يعني بدل ما انا احط بيضة او كده. طبعا انت حابة تحطي بيض مفيش مشكلة. هنا بقى مكونات الجلاش معايا، لفة الجلاش اللي انا وريتها لكم: الزيتون المخلي قطعت معاه طماطمايه وسبتهم على جنب، وجبت سمنه سيحتها على النار عشان بس ما تكونش ماسكه معايا وتكون مثلا ايه تتعبني في الفرد. وجبت الفرشه وبقيت احط طبقه جلاش وافرد واحط طبقه ايه سمنه، يعني ما بين كل ورقه بتنيها بحط ما بينها يعني لحسه سمنه كده مش كتير، باخد نص الكميه احطها من تحت بتاعه الجلاش والنص التاني فوق اهو يا بنات. وحطيت كده اللحمه ونزلت بيه الطماطم والزيتون المخلي اللي انا كنت جايباه معاكم في اول الفيديو موريهولكم، وهحط كل الكميه كده واوزعها كويس. وهبتدي ان انا احط بقيه الجلاش من فوق اللي هو يعني اكمل بيه الجلاش اللي معاه. وهحط اهو ما بين كل طبقه وطبقه زيت سمنه، ودهنت الوش سمنه. وعملت انا بقى الباقي لوحدي وقطعتها معاك اهو. بحب ان انا اقطعها كده قبل ما ادخلها الفرن عشان خاطر تطلع معايا كل ايه خرطه بخرطتها كده وتبقى حلوه اهو كده يا بنات اهو. وهركنها بقى وهولع الفرن وهنزل بقى المكرونه بشاميل. وهبتدي ان انا احط ايه الجلاش معايا اهو كوبايه من الحليب، وما حطيتش المره دي بيض تمام. بس انا هقول لكم اللي انا حبيته ان انتي بالبضايه انا بعملها ان انا احط كوبايه حليب وبضايه، فالاحسن ان انتي تحطي كوبايه حليب وبضايه عشان خاطر تديكي طراوه اكتر زي ما احنا متعودين. فانا دي حبيت ان انا اعملها يعني، وقلت هتبقى جديده وكده، بس هي كانت حلوه بس كان ناشف شويه، فاللي بيحب الجلاش ناشف شويه ومقرمش بيعملها كده، واللي بيحب يحبه طري يحط بضايه. انا بقى هنا اهو قلت اصبن المواعين واخلص كده تشطيب المطبخ معاكم عشان خاطر برضو تشجعوا معايا، واللي وراه حاجه يعملها. وكل حاجه ان شاء الله بتبقى في بدايتها صعبه وفي نهايتها ايه سهله يا جماعه ان شاء الله، وربنا ايه يقوينا كلنا ويعيننا على بيتنا يا رب. انا اهو كده خلاص خلطوا معايا على طول. انا غسلتهم والكاميرا مقفوله وشطفتهم وانا معاكم، قلت عشان خاطر كده تشجيع على السريع. وشجعوني كتير عشان ارجع اعمل معاكم روتينات ان شاء الله. ناوي ان انا اعمل معاكم روتينات حلوه قوي الايام الجايه. وانا متشكره جدا جدا على دعمكم ليا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.